تخيل تبقى قاعد في امان الله لا بيك ولا عليك، تلاقي طالع عليك حكم بالحبس لمده شهر، والقضيه دي اسمها قضيه تبديد لوحات. فلو انت رخصه عربيتك منتهيه بقالها فتره كبيره وما جددتهاش، وانت بقى ماشي في امان الله واتصورت باي كاميرا من كاميرات مراقبه الطريق او كاميرات الرادارات اللي منتشره دلوقتي، هيتعمل لك مخالفه والمرور هيرفع عليك قضيه، والقضيه هتاخد مجراها الطبيعي وممكن تاخد حكم غيابي، وفي الاخر هتلاقي الشرطه داخله تخبط عليك عشان تنفذ الحكم. طب ايه حوار تبديد اللوحات ده؟ النمر اللي انت معلقها على عربيتك دي مش بتاعتك، دي بتاعه المرور اللي انت تابع ليه، وانت مأجرها من المرور، وبتدفع رسوم الايجار دي مع رسوم الترخيص. وفي حاله انك مش عايز ترخص عربيتك، فانت المفروض تفك النمر دي وترجعها لوحده المرور. يا ريت بقى لو معانا حد من اللي بيفهموا في القانون يقول لنا حدود القضيه دي ايه، وامتى القضيه دي بتتعمل، يعني بعد ما رخصتي تخلص بقد ايه. حابب في الاخر اشكر كل رجاله المرور في الحمله اللي معموله اليومين دول، عشان الناس اللي عامله طمس في اللوحات بتاعتها او مغيره حروف او ارقام في النمر بتاعتها، وناس غيرها بتلبس مخالفتها. يا رب تاخدوا منهم الرخصة